السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بيكم في قناة إيمي السيد. النهاردة نعمل وصفة جميلة جدا كل الأطفال بيعشقوها حتى الكبار كمان. ليه نشتريه غالي واحنا ممكن بتكات بسيطة من البيت هنعمله وبوصفات مش مكلفة خالص. وتعالوا احنا نقول لكم هنعمل الوصفة بتاعتنا ايه النهاردة. الوصفة بتاعتنا محبوبة جدا وجميلة جدا وهتعجبكم قوي قوي. بكيلو دقيق واحد وبالتين 2 هنعمل وصفة كلنا بنعشقها. معايا كيلو دقيق، كوبايتين لبن حليب، معايا 3 معالق سكر، معلقه ونص خميره، معلقتين لبن بودر، رشه صغيره ملح، وبيضتين، ومعلقه ونص زبده او 100 جرام زبده. بقلب المكونات بتاعتي اللي هي البودر على بعضها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، وبعد كده بضيف السوائل، لكن ما بحطش اللبن كله لان في دقيق بيقبل السوائل وفي دقيق ما بيقبلش، فانا بحط اللبن واحده واحده لحد ما اشوف قوام العجينه معايا هتاخد الكوبايتين ولا اقل. طبعا كانت الدقيق بتاعي اخد الكوبايتين بالظبط، فانتم حسب الدقيق بتاعكم بقى ما بياخد السوائل. تمام. بنزل المكونات بتاعتي وبحط على البيضتين رشه فانيليا عشان زفاره البيض، وبعجنهم في العجان لحد ما العجينة، او لو هتعجيني على ايديكي اهم حاجة يكون ملمس العجينة تكون ناعمة. تمام. دي رشة الفانيليا حطيتها على البيض علشان زفارة البيض. خلطنا كل المكونات بتاعتي كلها ببعضها كده زي ما انتوا شايفين، وبنزل الزبدة او السمنة المتوفر عندك. تمام. بعد كده تتعجن كويس جدا جدا لحد ما تكون ملمس العجينة يكون ناعم معايا، وبنزل اللبن زي ما انتوا شايفين واحدة واحدة علشان العجينة بتاعتي ما تبقاش مرقة قوي. شوفوا ملمس العجينة كان معايا ناعم جدا جدا وما بتلزقش. تمام. شوفوا انا بوريكم ان الملمس بتاعها والعجينة طرية جدا. اسيبها بقى تخمر معايا وبعد كده هقول لكم هنعمل فيها ايه. كانت خمرة العجينة معايا، بعد كده بفردها بنشابة وبخلي السمك بتاعها ما بيكونش رقيق. بخلي السمك بتاعها يعني حوالي من سنتي لسنتي ونص السمك بتاعها. بعد كده بقطعها بكوباية، بقطعها بقطاعة خاصة بالدونتس، اي حجم عندي، او قطعة القرص، اي حاجة عندك. حابة تعملي حجم كبير حجم صغير ده اختيار. تمام. زيت سخن معايا بس ما يكونش سخن قوي يعني. بنزل قطع الدونتس او الدونت بحطها واحده واحده، واهم حاجه ما زنقهمش ببعض، لان بعد ما اهم حاجه بقى تكوني سبتيها خمرت وخدت راحتها في الخمر، علشان اما تنزل في الزيت الحجم بتاعها بيتضاعف معاكم بالشكل ده. بعد كده على ورق زبده وبفردها. اهم حاجه لو كنت وصلت معايا لحد دلوقتي في الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، تكمل معايا خمر وتعملوا لايك واشتراك بالقناه عشان تشجعوني وينزل لكم كل يوم جديد. لما يكون في تفاعل على القناه هينزل لكم الفيديوهات بتاعتي،
بشكركم جدا جدا على التعليقات بتاعتكم الحلوة المشجعة، ويا رب الفيديو بتاعي النهاردة يكون افاد الجميع، ولو حاجة بسيطة ومشروع مربح جدا لأي حد عايز يستخدمه كمشروع. طبعا حابة تحشيه نوتيلا، حابة تعمليه الأذواق اللي انت حباه، فالاوردر بتاعي كملته معاكم النهاردة بالكونو والدونيتس، وكان احلى اوردر النهاردة. ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله تبارك الله. يعني الفانش الاخير ده طبعا اختيارك حسب ما انت حابة وحسب ما ذوقك بقى، شكلي براحتك. فنني في التزويق، لأكلك أكل بيتك، لشغل برا حسب ما تحبي، شغل كافيهات. وربنا يرزقنا ويرزقكم ويرزق الجميع يا رب، ووسع رزقنا ورزقكم، آمين يا رب العالمين. بس المخنزنات